الولايات المتحدة الأمريكية معروفة بأشياء كثيرة. هي القوة الأكبر في العالم، هي الاقتصاد الأعظم، التكنولوجيا الأحدث، العقول الإبداعية التقنية والمادية الأهم، ولكنها ليست معروفة على الإطلاق بأنها الأفضل في قراءة التاريخ. لماذا؟ لأن أمريكا تاريخها محدود، ليست نتاج تجربة تاريخية عميقة، ليست كبريطانيا أو كبعض الدول الأوروبية أو كعالم الشرق الموغل في التاريخ. ولذلك القراءة الأمريكية دائما للتاريخ تكون متأخرة وتكون ضعيفة. قبل بداية أو بعد بداية الحرب على أفغانستان في عام 2001، كيسنجر اللي هو العقل الاستراتيجي الأب في الولايات المتحدة الأمريكية كتب يقول بأنه كل دروس التاريخ حكي فاضي، لأنه هاي شوفوا الحمد لله رب العالمين استطعنا أن ندخل أفغانستان بأيام قليلة معدودة وبجهود بسيطة واحتلناها، وكل الحكي الفاضي على أن أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات هذا الكلام لا قيمة له، لأن أمريكا تعيد كتابة قواعد التاريخ. وهذه عبارة يقولها دائما الأمريكيون، وهذا يذكرنا بكلام جورج بوش عندما تحدث يوما وقال Mission accomplished في العراق. تذكروا لما جلس قدام الباخرة ووقف خطيبا وقال انه الحمد لله، ما قالش الحمد لله على كل حال، بس أنا قال Mission accomplished، وبعدين اكتشفنا انه الميشن is not accomplished. لماذا؟ هنا اريد ان اجيب على دروس اخرى لم يتعلمها السيد بايدن، واعتقد انه ينبغي علينا نحن ان نتعلمها في الحديث عن السياسة والاستراتيجية والتغيير. اولا، انتم تعلمون انه العقل، اي عقل، لا يعمل في الفراغ، سواء العقل الاستراتيجي او العقل الفلسفي او العقل الاجتماعي او العقل الاقتصادي. اي عقل هو في الاخر يحتاج الى algorithms، الى اوليات ابتدائيه يتشكل من بعدها الوعي الادراكي. صحيح ولا لا؟ فيش بني ادم هيك بيتحرك بالفراغ. لذلك الله سبحانه وتعالى علم ادم الاسماء، علم ادم الاسماء كلها، علمه الاوليات التي من بعدها يخرج العلم والمعرفه والادراك. لأنه من دون الأسماء التي يمكن أن تكون في يومنا هذا على سبيل المثال هي البلوكس المؤسسة للسوفت ويرز اللي بتبرمجها على الكمبيوتر، من دون ذلك لا تستطيع أن تبني سوفت وير. فالمعرفة لا ينبغي أن يكون لديها أوليات. الأوليات هذه دائما بتكون أوليات واسعة مكتسبة، ولكن على الأغلب هي ضمنية implicit. كيف؟ لنفترض أنه أنا أمريكي، فأنا عملياً أنتمي إلى وعي إدراكي ليبرالي رأسمالي إمبريالي. خلاص؟ ما باجيش بقعد في كل اجتماع بقول يا إخوان كوني أنا إمبريالي رأسمالي whatever it is بدي اليوم أتخذ القرار التالي، لأن قواعد الإمبريالية تقول 1 2 3. هكذا كنا نفعل في الأيديولوجيا. أمريكا ليست أيديولوجية. يعني لما تكون شيوعي وتجلس ويجيك واحد بده يقرر قرار بتقول له عفوا أخي العزيز ما بصير هيك، ليه؟ إنه الأستاذ ماركس حكى رحمة الله عليه 1 2 3، وبناء عليه أنت الكلام بتحكي فيه ليتعارض مع الوعي والإدراك الشيوعي لنفترض أو الماركسي، وبالتالي كلامك مردود عليه. هذا أيديولوجي. أمريكا مش أيديولوجي. أمريكا في عندها سوفت وير امبليسيت. فبايدن لما يجلس في السيتويشن روم عشان يتخذ قرار، او قبل اوباما او قبل جورج بوش، مش بالضروره بقولوا نظرا الى ان الاباء المؤسسين للفكره الليبراليه، ونظرا الى ان السيد ادم سميث وان السيد كانت ولا فلان ولا علان تبعين الانلايتمنت حكوا هيك فقد تقرر ان نغزو افغانستان. لا، ما بحكوش. لكن قوة هذا البارادايم، هذا النموذج الإدراكي، أنه هو في الحقيقة نسيج داخل في الوعي الغربي، ولذلك الإنسان يستخدمه ويتعامل معه بشكل مباشر من دون أن يدخل في محاولة
ترتيبه بالطريقة اللي احنا بنحكي فيها. على هذا كل وعي أمريكي أو غربي في التعامل معنا ينبع من مركزية الفكرة الليبرالية الرأسمالية الإمبريالية، من دون إفصاح عن ذلك، لأنه هو حتى بجوز نفسه مش فاهم أنه قاعد بيتصرف كليبرالي في هذه اللحظة، أو كإمبريالي أو ككابيتاليست. كويس؟ لكن قراراته تنبع من ذلك، وهذا اللي بسميها هي الطبقة الأعلى في أي فعل سياسي أو استراتيجي، هي الطبقة المتخصصة المعنية بالأوليات الإدراكية، اللي أحيانا بتكون ظاهرة وأحيانا بتكون implicit، أحيانا بتكون كامنة، بتكون مخفية. الأمريكيون على سبيل المثال، ما الذي سهل وزين وحسن إليهم اقتحام كابول أو الهجوم على أفغانستان؟ حيجي واحد يقول له والله يا إخوان، لولا أن أفغانستان وقعت تحت إشكالية أسامة بن لادن و11 سبتمبر ما في كان أي مشكلة أبدا. هذا غير صحيح، كان في مشكلة. كانت هذه المشكلة موجودة قبل أسامة بن لادن وستبقى موجودة بعد أسامة بن لادن، والسبب في ذلك أن النموذج الإدراكي الذي يحمله صانع القرار في الغرب يتعارض بشكل مباشر مع النموذج الإدراكي الذي يحمله صاحب اللفة الملا ذو الذقن الطويل والشروال والقميص الجالس في أفغانستان، والذي يتكلم عن فكرة اسمها الشريعة، والذي يتحدث عن منهج بيختلف تماما عن المنهج الغربي. إذا نحن عندنا أولا صدام بين منهجين، هذا الصدام بيظل موجود، يعني أنت بتظلك متقزز من هذا المنظر، لكن لو صح لك إنك تدخل معه في معركة سيحسن ويزين هذا لك القرار، وسيكون قوة دافعة لك. أنت ستتخذ القرار مش بناء على أنه أنت كرهان الملا عمر وكرهان لباسه وكرهان أنه كيف بيتعامل مع النسوان وكرهان أنه كيف هو بيتكلم عن الشريعة، لكن أنت أصلا كرهانه بسبب كل ذلك. فلما جاء المبرر اللي هو أسامة بن لادن أو أي شيء آخر، حضرتك إيش؟ بتكون أسهل عليك أن تقوم بهذا، لأن في نماذج إدراكية أخرى في نسوان أيضا غير متعامل معهم بالشكل اللازم، وفي دول بتطبق على الأقل نظريا شيء اسمه الشريعة، وفي دول دستورها شيء اسمه القرآن، بس الناس ما عملت معها حروب. ليش؟ لأنه المصلحة الاستراتيجية اللي هي الطبقة الثانية من الفعل هذه مش بالضرورة متعارضة، بل بالعكس من مصلحتها أن يستمر مثل هذا النظام. لكن لو رأى أن المصلحة الاستراتيجية تتناقض لنفترض مع المملكة العربية السعودية، ستخرج كل هذه الأوليات، ووقتها بنسمع عن اضطهاد المرأة وحقوق الإنسان والتطرف والوهابية، وبتلاقي الحرب صارت على هذا الأساس. لكن ما صارت. ليش؟ لأنه ما في ما يضر بالمصلحة الأمريكية، بل بالعكس. في حالة طالبان التريجر كان أسامة بن لادن، لكن هذا التريجر لا يعني أنه كان المبرر الأوحد، لأن هناك نموذجا يتعارض مع النموذج هذا. وأنا بذكر وأنت بتذكر بجوز كلام عجيب أنا سامع شخصيا. السيد توني بلير نفسه وقف في أفغانستان وقال يوما إن مستقبل الإنسانية، مستقبل الفكر والوعي الإنساني يتحدد في صحاري وجبال أفغانستان. هذا الكلام 2007. شو قصدك يا عدم مؤاخذة يا أستاذ توني بلير؟ ولا هالقد أفغانستان كانت مهمة لتحديد مسار الفكر الإنساني؟ نعم، لأن هناك نموذجا قد تسيد وانتصر اسمه النموذج الغربي بعدما هزم النموذج الشيوعي الاشتراكي، وينبغي على العالم أن يصبح ليبراليا رأسماليا. وهذا النموذج الأوحد هو دين الكل، الذي يخالف يصبح إيش؟ مشكلة. فلذلك هو لا يتكلم عن أنه هؤلاء المساكين في جبال أفغانستان بدهم يهددوا السلام العاخر بالدنيا، لا، هو يتكلم عن أنه لا بد من هزيمة هذا المشروع، لأنه يتعارض مع القيم السامية العليا التي اتفقت الإنسانية بين قوسين عليها، وهي قيم الليبرالية والديمقراطية. إذن معاداة النموذج مهمة في الفعل السياسي. بالمناسبة مرات احنا نغفلها وبنتحرك في البراغماتية، لأن كل قائد، أنا وإنت وكل إنسان في المستقبل، عندما يتخذ أي قرار ما هو في أشياء في ذهنه أدت وساعدت وسهلت وزينت ودفعت لاتخاذ مثل هذا القرار أو هذا الأوبشنز، وأغفلت خيارات أخرى كان يمكن للإنسان أن يتخذها.
هذه قضية مهمة. إذن النموذج الإدراكي لطالبان القائم على فكرة اسمها الشريعة والدين وشيء آخر، الخروج من الحداثة الغربية. شوفوا الحداثة الغربية دين صارم لا يقبل الشرك. عارف؟ الحداثة الغربية شيء أنتم بتفكروا إنه شو الحكي الفاضي. لا، أنا بحكي لكم هذا حكي ملان مش فاضي. أنا سمعت بنفسي من السيد ساركوزي يوما ما قولا قاله في لقاء، قال إنه مشكلتنا مع العالم الإسلامي، هذا بعد ما ترك السلطة، كنا في لقاء في ندوة كنت أنا مشارك فيها وهو كان مشارك فيها أيضا في واشنطن، فقال مشكلتنا مع العالم الإسلامي أنه لا يريد أن يقبل الحداثة، لأن الإسلام يعادي الحداثة، وبما أن الإسلام يعادي الحداثة بمعنى ذلك أن العالم الإسلامي سيبقى على طرف نقيض مع العالم الغربي. صدق صدق. حقيقة نحن لسنا حداثيين في الجوهر. ليش هسه الناس بقول لك؟ لأنه كلمة حداثة جميلة، فلما أقول لك إحنا مش حداثيين يخرب بيتكم متخلفين ملاعين، لا 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 لا، أنا أتكلم هنا عن المستوى الإدراكي الفلسفي الفكري للحداثة، مش بتكلم عن إنك تكون مظبط حالك ومتعطر ولابس بدلة ومرتب أمورك وشاري حذاء برادا وراكب في سيارة مرسيدس وطالع، لا، هذا إشي ثاني، هاي منتجات. أنا بتكلم عن الإدراك، المنظومة الإدراكية العلمانية الشاملة كما سماها عبد الوهاب مسيري، التي هي جوهر ما يسمى بالحداثة. إحنا في الحقيقة الذي يحرك مشاعرنا والذي يحرك أشواقنا ليست منتجات حداثية، هذا احنا بنستخدمها المنتجات الحداثية، لكن ليست هي الجوهر في الوعي والإدراك الإسلامي. في الحقيقة ليست كذلك، لأن هناك مقصد مختلف، هناك غاية مختلفة، هناك يوم آخر، هناك أشياء كثيرة جدا بتخلي المسلم عايش في عالم معين يعني. ولذلك أنا برأيي أن التحديث فرق في تحديث وفي حداثة. الحداثة بمفهومها الفلسفي هي منظومة غربية أدركت أنها لابد من أن تصبح هي الحاكم على الوعي العالمي، والذي يخالفها يصبح يعني شيء. أقول لكم كمان قول ثالث، مشان أقول لك أنه هؤلاء يعني ساركوزي صاحب قرار لما يحكي هذه العبارة، معناته مفكره براسه. توني بلير لما حكى هذه العبارة مش حكاها بالهواء، لأنه برضه صاحب قرار. جورج بوش، سمعنا جورج بوش يوما ما في حديثه عن طالبان وعن أفغانستان قوله أنه لابد من أنه هذا المشروع يتم إسقاطه، لأنه هؤلاء يريدون أن يعيدوا بناء الخلافة. يوم ذكر حتى كلمة الخلافة الإسلامية. طب أنت شو مشكلتك يا أخي؟ إذا هم عنده مشكلة طبعا، لأن هناك نموذجا يتعارض مع ذلك، وبالتالي هو يرى أنه من التقوى للحداثة، لدين الحداثة، انك انت ايش؟ تقوم بما يلزم لمجاهدة كفار الحداثة وتشن عليهم حروبا صليبية. وهو بالمناسبة الذي استخدم عبارة الحروب الصليبية السيد جورج بوش عندما تحدث عن أفغانستان، إذا بتذكروا إلى حد كبير هذا هو المفهوم. هذه الطبقة الأولى من الوعي الذي يؤدي إلى الفعل الاستراتيجي والسياسي. في طبقة ثانية اللي هي الجيوبوليتكس. هذا الجيوبوليتكس تحت النموذج الإدراكي. الجيوبوليتكس إيش بتقول؟ بتقول أن كل دولة في العالم لديها نية لكي تعظم مصالحها، مش لكي تحافظ على مصالحها. يعني هنا في شيء، يعني في شيء انك تحافظ على مصلحتك، وهذا شيء عظيم جدا، لكن حتى تحافظ على مصلحتك كدولة تحتاج أن تبدأ في عملية مدافعة أو حتى صراع إن لزم الأمر لكي تتوسع، لكي تعظم قوتك، لكي تحسن وتجود منها حتى لا تقل، لأنه بالمفهوم السياسي السكون يعني تراجع، والحركة نحو الأمام تعني إيش؟ أنك أنت قاعد تتحسن. فلذلك حتى في الاقتصاد إحنا بنقول أنه نسبة النمو هذا السنة 0، كارثة، دمار، مصيبة، صح؟ مش هيك؟ لازم كل سنة يكون عندك نسبة نمو إلى الأمام، لأن نسب النمو هذه إن لم تكن إيجابية، أي بمعنى لم تكن فوق الصفر، معنى ذلك أن هناك حالة من الكساد أو الركود. فهنا هي النظرية الغربية، دائما أنت في حالة تقدم. لذلك إحنا بنقول التقدم، مش هيك بنقول دول متقدمة وبنتقدم.
مش هيك؟ وبالمناسبة انظروا رحمكم الله إلى كلمة تقدم. في الإنجليزي progress، أنت you are progressing. في العربية تقدم. ومن روعة اللغة العربية أن كلمة تقدم مشتقة من ماذا؟ من القدم، طبعا القدم، ومن القديم، لأنه ما فيش عندنا اسمه تقدم بدون قديم، ولذلك عندنا continuity، ما عندنا مفارقة مع الماضي، بل نحن كائنات تتقدم أي تمشي إلى الأمام، ولكنها تلتفت نحو القديم. نحن أوفياء للقديم. والحقيقة في جوهر، أنا مش اعتذاري في هذا الموضوع ولا بقول هذا كويس ولا عاطل، أنا بوصف لكم اللي حاصل. نحن في جوهر وعينا الإدراكي العربي الإسلامي، والإسلامي تحديدا أكثر من العربي، التاريخ بالنسبة لنا منطلق أكبر بكثير من المستقبل. وكل واحد فينا، أنتوا جربوها، اقعد بينك وبين حالك وفكر، بتلاقي دائما أنت، وهذا شيء مش غلط، لكن أنا بقول لك هو ليش؟ لأنه ضروري أن نفهم نحن ما هو الدي ان ايه تبعنا، الدي ان ايه السياسي، الدي ان ايه الثقافي، الدي ان ايه الإدراكي، حتى نعرف كيف نخطط لحالنا. لأنه إذا ما فهمنا الدي ان ايه وقعدنا نتفصحن، ممكن نعك ونخرب الدنيا ونقلب الطاولة رأسا على عقب.